هذا الراجل تحول من هذه الحاله لهذه الحاله بسبب واحد المرض اللي سميتو تلاصق الفقرات، وكاين اللي تيسمي هذا المرض النادر بالتهاب الفقرات المقصط. هذا الراجل سميتو لي، تيبلغ من العمر ديالو هو حاليا مريض 41 سنه، صيني الاصل. مني بدا تيبلغ هو تيعاني مع هذا المرض، وفاش دار 18 عام بدا ظهرو تيتقوس بشويه بشويه لدرجه انه وجهه وراسو وصلوا تقريبا لعند الركبه ديالو، وبقى على هذه الحاله المده ديال 28 سنه. هاد المده كامله عمره ما قدر انه يشوف الوجه ديال الام ديالو واللي كانت تتعاني معاه في صمت، واللي لقاها هي السند الوحيد ديالو. جربت مسكينه تدي ولدها لبزاف ديال الاطباء في الصين، وكاين اللي تيجاوبها باللي مستحيل الولد ديالها يتشافى وما يمكنش انه يديروا ليه عمليه نظرا انهم غادي ياثروا على الحياه ديالو. وكاينين اطباء وحدين اخرين اللي الهم ديالهم غير الفلوس، كانوا كيطلبوا لها مبالغ خياليه وهي مسكينه ما عندهاش وغير فقيره. وكتعاود في لي زانترفيو ديالها انها منين كان في عمرها 40 عام وهي كتعتني بولدها حتى دارت 71 عام، بمعنى انها تكرفصت بزاف في حياتها، وكتقول انها خايفه انها تموت وتخلي الولد ديالها على هذه الحاله هذه نظرا انه ما كاينش اللي غادي يعتني به. فلي 3 ديال الاجزاء من الجسم ديالو هما تقريبا مترابطين وما يمكنش انهم يتفرقوا. الفقرات ديال عنقو مترابطين بالفقرات ديال صدره، وصدرو حتى هما الفقرات ديالو مترابطين باسفل الظهر، واللي تيسالي هذا الارتباط حتى الحوض ديالو. فالحسن الحظ ديالي انه لقى واحد السبيطار اللي باغي يدير ليه العمليه فابور من بعد ما الام ديالو فقدات الامل وما لقات حتى شي سبيطار اللي يداوي ليها ولدها مسكين. بقى في هذا السبيطار لمده ديال عام، 6 شهور الاولى مشات غير في الدوايات والتحليلات الطبيه، وحتى جا النهار اللي قرر فيه هذا الطبيب انه يوضع خطه باش يدير العمليه للي، واللي خدات ليه 2 ديال السيمانات ديال التخطيط، يعني عمليه كبيره. ولكن هذه العمليه غادي يقسمها على 4 ديال العمليات، وكل عمليه بمثابه واحد التحدي كبير باش يخليو اللي على قيد الحياه. وهذه العمليات ب4 هما من نوع خاص وتحدي كبير بالنسبه لهذا الطبيب. خاصو يهرس الفقرات باجزاء ويعاود يبنيهم، يعني انه خاصو يعاود العمود الفقري ديالي من جديد. فبداو العمليه الاولى واللي دامت المده ديال 3 سوايع، وكان الغرض منها انهم يهرسوا الفقرات ديال الصدر ديالو. اما العمليه الثانيه والثالثه كان الغرض ديالها انهم يهرسوا الفقرات ديال العنق والفقرات ديال اسفل الظهر. وهاد العمليات بجوج خداو المده ديال 16 ساعه متفرقه، وكملوا بالعمليه الاخيره اللي خلات لي انه يتمشى من جديد على رجليه بشكل مستقيم. ولات هذه هي اول عمليه لهذا المرض النادر اللي غادي يتم بنجاح. لي من بعد 28 سنه هو كان تيشوف غير في الارض، واخيرا غادي يشوف الوجه ديال الام ديالو، واحسن حاجه باغي يشوفها من شحال هذه هي السماء. تخيل معي انه باغي يشوف غير السماء اللي انت كل نهار كتشوفها، غير انت ما حامدش الله على النعم ديال الصحه اللي عندك. الا وصلتي حتى لهنايا فرا العبره ديالتي من هذه القصه هو انني نخليك تحمد الله على الصحه ديالك وما تضيعهاش في الخوال خاوي.